ازيكم عاملين ايه؟ هنتكلم فيديو قصير شويه النهارده عن التاجس موتى. التاجس موتى عباره عن واحده او واحد فاتح شقه في اوضتين ثلاثه او في شقته هو الخاصه، عامل ان هو مسؤول عن 5 اطفال في بيته من سن 3 شهور مثلا لغايه 3 سنين. ممكن بالاتفاق ما بينكم بتمدوه شويه عقبال ما يجيله مكان في الحضانه، بس هو عنده مكان في الحضانه بس مش في نفس الشهر اللي انت هتمشي فيه، فممكن يتمد شويه. خلاص، فهو التاجس فاتا او التاجس متى واحدة او واحد معاه 5 اطفال ماكسيمم. في بيبقى عندهم اكتر بس دي بتبقى نادرة قوي، تبقى حاجة خاصة. وبتبقى كذا واحد مشترك في الموضوع ده او واحد مسؤول وعنده ناس تحتيه. بيبقى موضوع مثلا في 10 15 طفل، بس ده بيبقى قليل قوي قوي. الاساسي ان هم بيبقوا 5 اطفال. بالنسبة لمصاريفهم نفس الحاجة زي الحضانة، انت بتدفع جزء رمزي ممكن يكون مثلا اراوند 200 يورو اقل او اكتر على حسب المدينة. والحكومة او التريجة بتاع التاجس موتى بيتكفل ببقية المصاريف بتاعت الطفل. واضحة؟ فزي الحضانة، فانت هتدفع تقريبا نفس المصاريف بتاعت الحضانة اللي هي حاجة رمزية، مش رمزية قوي يعني، هي 200 بالنسبة للناس رمزية، بالنسبة للناس مش رمزية. طيب التريجة ده نبذة كده مختصر قوي عنه، ان هو انا مثلا لو انا اهو انا واحدة ام مش ام عايزة ابقى تاجس موتى، انا اهو جيت البيت والناس اللي باخد عندهم الكورس او في الهيئة المسؤولة بتيجي تشوف البيت هل مناسب افتح فيه تاجس موتى او لا. ولو مش مناسب بشوف شقة تانية اوضتين او ثلاثة وبسأل الفميتة وبناخد اذن من الجيران. اهو المكان ده هيتفتح تاجس فليجة، وناخد اذن من السكان من الفميتة والكلام ده كله، وبنفتحه ساعتها وبنهيئه ان هو يكون امان وفي العاب وكل حاجة موجودة. طيب التريجة ده بقى انا واحدة اهو، انا لازم يكون حد مسؤول عني هيدفع لي بقية المصاريف دي اللي احنا قلنا عليها، وهو مسؤول عني لو في اي مشاكل اي عقود اي حاجه بلجأ له، او الامهات لو مش مبسوطين مني بيروحوا بيشتكوا له هو. بس مش معنى كده ان هو قاعد معايا ان هو كل شويه بيطب عليا بيراقبني ويشوفني انا بعمل ايه مش بعمل ايه، لا. انا وضميري، انا هشرحه عليا انا عشان يبقى الموضوع واضح اكتر. فانا اهو انا واحده تاجس موتى، عندي 5 اطفال، واحده جايه عايزه، عندي 3 اطفال، واحده جايه عايزه تقدم ابنها عندي او بنتها عندي. هي بتيجي تقعد معايا، انا بفرجها المكان، بعرفها عن نفسي عن السيستم بتاعي عن الروتين بتاعي، وهي بتشوف مرتاحة للشخص نفسه او لا، زي اصحاب هيتعرفوا على بعض. فهي بتشوفني وانا بتكلم معاها حاسه ان انا امينه، حاسه ان انا بتكلم مش بلف وادور، مش بخبي حاجه، واثقه مني مرتاحه لي. فالاساسيات دي اكتر حاجه مهمه عند التهاجس، عشان على اساسه كل حاجه هتتبني، الثقه، الامانه، بتقولي كل حاجة مش بتخبي عليا الحاجات دي أكتر حاجة بنبني عليها بعد كده. وبعدين هي بتفرجك على المكان ده، المكان اللي بناكل فيه، هنا بننام فيه، هنا بنلعب فيه، احنا بننزل كل يوم مرتين، بننزل مرة في الأسبوع. فأنت بتشوفي على حسب طريقتها وهي بتقول الكلام ده هل فعلا بتنزل ولا لأ. ممكن تقولك اه احنا بننزل كل يوم، فكرة بتنزل مرتين في الأسبوع. أنا جربت 4 حاجة أو أكتر بكتير خلال سنة أو أقل، جربت كتير جدا فشفت بلاوي وشفت حاجات كويسة قوي. ف لازم تقولي لها، تقعدي معاها كده تقولي لها وريني، قولي لي احكي لي عن الروتين تعملوا ايه مثلا. هي في الغالب بتجيبك بعد ما الاولاد اللي عندها يمشوا عشان هي لوحدها اللي مسؤوله. فقولي لها احكي لي كده عن الروتين، إيه اللي بيحصل، بتاكلوا ازاي، طب بتغسلوا اسنانكم امتى، في مش بيغسلوا الاسنان عادي خالص. فلازم الاطفال يناموا ولا مش لازم. في طفل من عنده سنه مثلا بيبطل ينام الظهر، فشوفي هي رد فعلها تقول لك لا طبعا مفيش حاجه اسمها كده، لازم كل الاطفال تنام. فتعرفي كده الطفل مثلا مش عايز ينام، تقعد تقول له هس وبس مش عارف ايه، وبتنيمه غصب عنه او بتسكته غصب عنه. على فكره هو ده كده غلط ومن حقك تشتكيها. مفيش حاجه اسمها طفل مش عايز ينام فبنجبره ان هو ينام، ولا حاجه اسمها لا طبعا عادي اللي مش عايز ينام انا بقعد معاه بقرا حاجه بنقعد نرتاح شويه نعمل حاجه لوحدينا. شوفي هي هتبقى رد فعلها ايه لو قلت لها مثلا طب ابني مثلا مش بينام كل يوم الظهر، شوفي هي ساعتها هتقول لك ايه. فعلى حسب رد فعلها تبقي عارفه برضو هي إيه نظامها. فانا اللي بتكلم عن النقطه دي كتير قوي عشان لازم تعرفي هي بتتعامل ازاي مع الاولاد. مش حاجه اسمها في كاميرا، ما فيش حاجه اسمها بطب عليها فجاه ولا حد بيطب عليها فجاه. الموضوع كله امانه بينك وبينها، وربنا يحفظ ولادنا في كل مكان مهما كانوا فين. وانت بقى بتساليها عن الروتين، عن الحاجات اللي بتعملوها. طب بتخرجوا بتروحوا فين؟ بيروح بقى الزو، بيروحوا متحف، بيروحوا حديقه، بحيره كده. اسأليها هي بتروح فين، وبعدين بقى وسط الكلام وانت بتحكي عن كل حاجة قولي لها طيب لو هي مثلا معلقة صورة، ايه ده وريني كده الصورة دي عاملة ازاي، طب عندك صور تانية، طب كده. حاولي انها تطلع الصور اللي عندها
سواء على الموبايل او هي طبعاها او في اي مكان، عشان تبقي من الصور عرفتي فعلا في حاجات كتيره بتتعمل ولا لا، اصلا ما بتصورش اصلا، مش بتبعت لك. في واحده كانت بتبعت لي على طول على طول، كل يوم بتبعت لي كذا صوره، او كل فتره تبعت لي صور كتيره، عملنا كذا، بتعمل كذا، مش عارف ايه، هي نامت، هي صحت، هي اكلت. واحده تانية طول الفتره ولا صوره اتبعتت. ف فهل هي بتصور هتبعتها لك في الاخر، ولا هي اصلا ما بتصورش عشان مش عايزه دوشه، وتقول لك اصل دي بصي شعرها منعكش، اصل دي شكلها عايزه تعمل حمام، اصل انا شفت في الصوره ان هي كانت جعانه وما اكلتش، فبتقعد تقرفي الست، فهي بتكبر دماغها. فهي طباع شخص وامانته ومعاملته بينك وبينه، يعني هي مش هيئه، هي اكتر بالشخصيه نفسها. فانت اقعدي تعرفي على الشخصيه نفسها وروتينها ايه. ما تتوقعيش ان تارجت سبوتر ان هي هتعلمه يقص او يكتب او يلون، او ان هو هيتكلم وهيبقى لبلب، مفيش مهارات مكتسبة او حاجة زي كده. هي عايشة. مش كلهم شبه بعض، على حسب زي ما قلت الامانة. ممكن واحدة تقولك ايه، لا ده انا عندي سواء هي ام او مش ام، ليها برضو ايجابياتها وسلبياتها. الفيديو بيطول معايا غصب عني، بس انا شفت بلاوي كتير قوي، فعايزه اقول لكم على قد ما اقدر كل حاجه عشان ابقى امينه معاكم برضو. على حسب الست نفسها، سواء هي ام او مش ام، ممكن تكون ليها ايجابيات وممكن يكون ليها سلبيات. ممكن واحده تكون مش ام تقول اه لا دي مش هتبقى فاهمه كل حاجه وما عندهاش خبره، بس ممكن يكون عندها خلق اكتر وقرت اكتر واتعاملت اكتر، فنفسها كبير، فبتعمل بطريقه مختلفه. فممكن ده يكون ايجابي، ممكن يكون سلبي ان هي اصلا مش فارق معاها وايه القرف ده، وهغير وهاكل وهمسح نفانيف وحاجات ومش فارق اصلا معايا، انا اهم حاجه اقبض فلوسي وارتاح في الاخر. فليها ايجابيات وليها سلبيات. فهي على حسب الشخص. اهم حاجه هرجع اقولها 100 مره، اهم حاجه الشخصيه نفسها كويسه او مش كويسه. التارجت موتها ما عندهاش منهج ان هي لازم تخلص منهج معين. مش لازم الطفل يبقى بعد سنه او بعد 3 سنين يكون بيعرف يكتب او بيلون او بيقص او بيتكلم او حاجات زي كده، لا. ولا ان هو بيبقى قلع الحفاضه وبيبقى داخل الحضانه وهو مش لابس. مفيش اي شرط، مفيش اي حاجه لازم يكون خلصها قبل ما يدخل الحضانه. لو واحده عندها هدف كده يبقى هي كتر خيرها، هي امينه، هي كويسه. آه، ممكن بقى يكون نصيبك ان ابنك مثلا سنتين وكل اللي معاهم اقل من كده فمش بيتكلموا، او كبار واجانب. انا حصلت معايا برضو. فبنتي قاعده مع اطفال كلهم سايلنت، مش بتاخد اللغه غير من الست. افرض الست مش متكلمه، ولا بتغني معاهم ولا بتقرا لهم قصص. فاهمين قصدي؟ ف... بنسأل عن الست، بنطمن ان الست تمام، ونعرف الاطفال اللي معاها سنهم عامل ازاي، لغتهم ايه، جايين من انهي بلد. فلو دي بالنسبه لك حاجه مهمه ان هو لا لازم ينطق ويبقى لبلب على طول عشان كلها مش عارف ايه ولازم هنمشي او ايا كان يعني. اتمنى تكون الصوره وضحت شويه عن التاجسموتا او التاجسفاتا. آه، هي الدنيا بتبقى عاملة ازاي اكتر. ممكن تكون نصيبك يقع في بني ادم يقولك انا بس فتح بيتي ان الطفل موجود في امان عقبال ما تخلصي شغلك، او انك عايزة تقعدي في بيتك ترتاحي شوية. انا مجرد بحافظ عليه ان هو يكون في مكان امن، بقدم له اكله ونومه وبغير له حفاضته. اكتر من كده ما تطلبيش مني بقى ان انا اعوده على البوتي، او ان انا مش عارفة ان انا اعلمه لغة او يقص او يلون او كده. فهي تبقى ضمير اكتر. مفيش حاجة اسمها حد هيطب عليهم، بس من حقك انك تقعدي معاها او معاه وتتكلمي في نقط مش عاجباكي وتقدمي حل مقترح، او انك تقعدي مع بقية الاهالي وتقولوا طب احنا حاجات زي كده مش عاجبانا، هل انتوا برضو ملاحظين حاجة زي كده، ولا انت مثلا ام موسوسة شوية، او حصل سوء تفاهم مثلا فشفتيها غلط. ولو اتكلمتوا معاها او معاه ومفيش تطور وحاسين بلا مبالاة، انا حصلت معايا كده، تقولي اصلا انا حاسه ان ميتنج زي كده ولا هيفرق في اي حاجه. بقول لها ليه؟ قالت لي هي اصلا تبقى قاعده زهقانه عشان هي اصلا مش überfordert، هي unterfordert، ان هي كويسه قوي وكل الحاجات اللي عندي بتاعت الصغيرين، وهي بتبقى قاعده زهقانه فعشان كده هي مش مبسوطه. هنقعد مع بعض هنرغي في ايه يعني؟ قالت لي كده. طب انت شايفه ان هي قاعده زهقانه ومش بتعمل حاجه، وتقولي يعني هقعد اقص والزق معاها واسيب الباقيين قاعدين زهقانين؟ طب انت كده كده خمس قاعدين عندك زهقانين، طيب ما تشغلي التلاته الكبار اللي عندك. كان عندها اتنين عندهم سنه وشويه، وتلاته معاها 3 سنين ونص او سنتين ونص، تلاته. فتلاته كبار، طب اشغلي التلاته مع بعض طول النهار قاعده بتلعب على الموبايل.
يعني بنتي كانت الوحيده اللي كانت بتتكلم وسط الخمسه، كانت تقعد تقول لي يا ماما بندخل نروح السوبر ماركت، يا ماما قاعده بتلعب على الموبايل، يا ماما قاعده زهقانه، يا ماما العابها كلها زي البيبيهات. وكل مره اروح لها تقول لي انا مش قعدت عندها 3 4 شهور بتقول لي كل مره من ساعه ما جيت لغايه لما مشيت تقول لي انا كنت عايزه هي اوضه واحده للعب، كنت عايزه الالعاب دي اشيلها اوديها الكلى واجيب العاب اكبر شويه، بس انا بنشغل. 4 شهور بيقول نفس الكلمه، كل مره انسى بقول لها طب انت ممكن وقت هم نايمين تعمليها. مش عارفه. واحدة أصلا ضوافرها قد كده ورموشها قد كده، ومش بيفرق معاها الكلام ده، كل شوية كل يوم الصبح تكتب لي النهارده تالية هتيجي لوحدها، برضو عايزة تبعتيها النهارده تالية هتبقى نايمة الظهر لوحدها عشان كلهم هياخدوها وقت الظهر، انت برضو عايزة تبعتيها النهارده. بقول لها انا عندي شغل، ايوه انا هبعتها. رحت لها الصبح بقول لها ما فيش حاجة اسمها انا عندي شغل او ما عنديش شغل، احنا عايزين روتين للبنت، عايزين البنت تحبك وتتعود على المكان، مش يوم اجيبها وعشرة لا عشان انت مش عايزة تشتغلي. اصل انا النهارده حرام يجي سرق شقة اهلي مش شقتها هي، فانا لازم النهارده اقعد معاهم شوية فهقفل النهارده. اصل انا مش عارفه عيد ميلاد صاحبتي هيبقى اخر النهار فلازم اعمل كيكه، طب حلو خدي العيال معاكي المطبخ واعملي كيكه، اخر النهار جايه باخد البنت ها طبختوا مع بعض وعملتوا كيكه. لا محدش كان عايز يعمل معايا كيكه فعملتها لوحدها، حضرتها قعدت ساعه في المطبخ سايبه العيال في الاوضه التانيه بيلعبوا لوحدهم، 5 عيال سايباهم كده، تبقى امانه. فهي بتبقى اكتر اللي هو مثلا في اتنين مسافرين واحده عيانه تتصل بالباقي تقول له خلاص مش هنفتح النهارده، هتقول لها انا هيجيبوا غصب عنك، قلت لك انا تعبانه النهارده، اول ما واحنا قاعدين بنمضي العقد وبنتعرف عليها، وانا اصلا بقالي 6 سنين بشتغل في المجال ده، فين الاثبات؟ يعني طب مش هطلع لك اثبات، مفيش اي اثبات تقول لك انا بقالي 6 سنين، ما عندهاش سايت على النت مثلا تقول لك مش عارف ايه فاتحه كذا، فين الرقيب يعني؟ هتروحي تفتشي وراها وتشوفي التغيير بتاعها مين، تروحي المكتب وتساليهم فاتحه بقالها قد ايه، اعملي حاجه زي كده، بس لو الكلام وصل لها تحس انك بتفتشي وراها ومفيش ثقه. فتقول لك اصل انا بقالي فاتحه بقالي 6 سنين و... وعمري ما عيت خالص، بعدها باسبوعين عيت، بعدها باسبوعين تقول لي اصل ماما كانت عندها معجن تعب وانا اتعديت منها، بقول لها انت رحتي زرتيها وهي عندها معجن تعب مش هتتعدي منها؟ بتستهبل قوي يعني. في كده لا، بس في ناس كويسين، في واحده كانت ما شاء الله عليها كانت زي الفل، على طول بتخرجهم مطره مش مطره، بتلم معاهم حاجات من الحديقه وتعمل معاهم اعمال فنيه، بتطبخ لهم بايديهم، تصحى الساعه 5 الفجر بتطبخ لهم، هي بتطبخ بنفسها مش بتطلب اكل من بره. تاني كانت بتقول لي واحده من ضمن العقد تقول لي الاكل ده بقى انا ماليش دعوه بيه، انتوا بتجيبوا معاهم الفطار بتجيبوا معاهم السناك، والاكل اللي انتوا منكم للمكان بتطلبوا الاكل، ولو هتغيبوا عندكم حساسيه انتوا منكم المكان، انا ماليش دعوه. ما كانتش انا ماليش دعوه انا مالي انا، هي اصلا بتقولها بالطريقه دي. صح ساعتها ما كانش في حد ابدا هياخدها عشان كان سنها خلاص داخل على 3 سنين غيرها هي، بس للاسف الشديد هي واحده تانية نفس الهيئه بالظبط، فاخترنا احسن الوحشين. من الاخر هي بتبقى راحه نفسيه بينكم وما بين الشخص اللي قدامكم. اتمنى يكون الفيديو مخوفكوش، اتمنى يكون الفيديو افادكم وفهمتوا الدنيا ماشيه ازاي اكتر. آه وموضوع ان هو في امان او لا، لو هو في حضانه والناس كلها تحت سقف واحد بتعمل نفس المصيبة، هتحصل هنا وهتحصل عند بتاع جسمه ده. مفيش حاجة اسمها أصل هنا في 10 معاهم فده هيبقى ضد ده فده هيحكي لي أو ده هيعترض، لا اللي عايز يعمل مصيبة هيعملها، هيستخبى أو كلهم تحت سقف واحد. فاحنا بندعي وبنستودعهم وربنا يحفظهم مهما كانوا. أشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي. سلام.